لسه جايلي باكج دلوقتي، جايلي طرد من الصين. حد كلمني قال لي في طرد جاي لك وفي عليه جمارك 1200 جنيه. فانا ما طلبتش حاجه وانا مش جاي لي حاجه، المفروض يعني مش متبلغ اللي جاي لي حاجه، بس نزلت يعني حسيته كده حاجه معينه في دماغي فدفعت ال 1200 جنيه. يا رب بقى ان هو يطلع الحاجه اللي في دماغي دي ما طلعش ان انا دفعت الفلوس دي على الفاضي. يلا نشوف. طيب القلبه دي عملتها لما كنت بفتح درع اليوتيوب. بسم الله. الله، بصوا كده. انا خايف بس اقطعه هو. انا قطعته هو، انا اسف. يا ترى يا هل ترى انت ايه؟ بسم الله. هل هو درع تيك توك فعلا؟ هل هو هو يا سلام، ايه الحلاوه دي. بحب اشكر هاجر خالد على السرعه الفظيعه دي في ان الدرع يجي لي، بجد شكرا جدا. وعايز اوريكم الدرع بقى، استنى اوريكم كده شويه شوتس كلوز عليه. الدرع نفسه من ورا في حاجه زي مسند كده، دي بتركب هنا مثلا وبتبقى كده. دلوقتي فاضل اختار احط الدرع ده فين. عندي اول اوبشن هي الحيطه عندي هنا، انا لسه ما مليتش البراويز دي، ممكن احطه جوه برواز منهم. تاني اوبشن هو هنا ان انا احطه مع القوس فوق الرف اللي فوق السرير ده. خلونا نشوف بقى الشكل بتاعه احسن حاجه يبقى فين. طبعا لو حطيناه هنا مش لذيذ. تعال نشوف ده. الدرع ده كنت اخدته في البحرين، كنت بلعب في بطوله واخدت المركز الثالث في 2017، يعني من حوالي 5 سنين بمناسبه البحرين البطوله دي كان عاملها ديسيبلين اكاديمي محسن. عايزكم تدعوا لمحسن لان ربنا توفاه بالكانسر، فيا ريت كلنا ندعي له. هو كان من الاشخاص الطيبه والكويسه اللي هم القليلين في الزمن ده، فيا ريت تدعوا له. شوفوا هنا كده في النص، هو شكله لطيف كده اظن، بس دي بقت زياده يعني مفيش سيمتري كده. محتاج مثلا لو هخلي دي هنا احط حاجه تانية هنا. كان عندي كاس تاني والله بتاع بطوله الجمهوريه 2016 ومش معايا دلوقتي. انا محرج اقول لكم ايه اللي حصل في الكاس. انا هخليه كده دلوقتي لحد ما اظبط الموضوع. يعني انا ممكن اجيب حاجه تاني هنا او اخلي ده في النص ويبقى درع التيك توك هنا مثلا على جنب، وهنا يبقى فيه برواز صغير احط فيه حاجه كده. بما ان ده بتاع انجازات ممكن احط صوره ليا وانا كسبان بطوله، يعني وانا رافع الكاس كده، او حاجه من الحاجات الكتير اللي انا كنت متخيل ان انا مش هعملها او مش هوصل لكده في يوم من الايام. عارف انت لما تتخيل حاجه كده، يا لو اعمل كده، فجاه تلاقيك عملتها عادي. فممكن احط صوره لحاجه من دي. دلوقتي هنخليه شكله عامل كده ونرجع بقى. الحمد لله طلع ما اتضحكش عليا. انا كنت قلقان ان انا ادفع ال 1200 جنيه في الاخر الاقي حاجه مش بتاعتي او حاجه مالهاش لازمه يعني، بس الحمد لله طلع الدرع بتاع تيك توك. عايز اديكم كام ابديت سريع عني. انا بقالي كتير قوي ما بعملش فيديوز طويله. انا عارف ان انتوا عايزين اتكلم معاكم في فيديوز طويله وانا عايز اعمل فيديوز طويله برضو، بس كان في شويه دروبات كده بتحصل. مبدئيا انا مش عارف الفيديو ده شكله هيطلع عامل ازاي اصلا، وهيبقى حلو وينفع يتعمل فيديو ولا لا، لان انا صورته بعشوائيه جدا. ان انا جالي الدرع وانا مش عارف هو درع ولا لا، فانا صورته وفتحته وبعدين لقيته درع، فالموضوع عشوائي تماما. انا مش متعود اعمل كده. انا دايما بجهز الفيديو ببقى كاتب سكريبت بقول التفاصيل اللي فيه والكلام ده كله. فاتمنى ان الفيديو يبقى ينفع ينزل فيديو وانزله لكم فعلا. ده اول حاجه. تاني حاجه، انا الفتره اللي فاتت دي كنت شغال على كذا حاجه في حياتي بقى شخصيا، فعشان كده ما كنتش اكتف قوي على السوشيال ميديا. ما كانش بيبقى عندي وقت قوي ان انا اعمل فيديوز طويله. هبقى احكي لكم انا بعمل ايه الفتره دي في فيديوهات تانية، بس حابب اقول لكم ان انا اللي بعمله دلوقتي الهايلايتس اللي بعملها هي ان انا بتعالج من الاصابه اللي كانت جات لي اللي هي في الوتر بتاع البايسبس. عندي قطع جزئي في وتر البايسبس هنا. الاصابه دي ان شاء الله خلال شهر او شهرين ارجع اعرف اتمرن بشكل طبيعي تاني. انا تمريناتي كلها دلوقتي ان انا بلعب عقله، دراعي متني، ما بفردش كوعي على الاخر، في العقله في الضغط في كل التمرينات. فادعوا لي كده ربنا يرجعني قريب، وهعمل لكم فيديوز كتير. انا ده سبب من الاسباب برضو اللي مش مخليني عارف اعمل فيديوز قوي، لان انا مش قادر احمل على عضلاتي يعني. عايز اقول لكم ان انا مبسوط بان انا جبت مليون على تيك توك. موضوع ان انا يبقى عندي فولورز او الشهره والكلام ده مش هدف ليا او ما كانش هدف، بس انا بدات الموضوع ده كله ان انا عايز افيد الناس اللي حواليا بحاجه انا كان نفسي تبقى عندي زمان، وانا عانيت جدا عشان اتعلم الحاجات دي.
فانا عشان عانيت في ان انا اتعلم الحاجات دي بحب اساعد اللي قدامي. فيعني هتلاقي كتير منكم كده برضو، اللي هو انا عشان ده انا كان الموضوع صعب عليا، فانا بنبسط كده وبحس ان انا مرتاح لما اسهلها على حد تاني. فده كان الموضوع. يعني كنت بنزل فيديوز، حتى لو رجعتوا عندي في الفيديوز خالص وعلى الشانل القديمه بتاعت بار فيروز هتلاقوني ان انا كنت بنزل فيديوهات لو كواليتي خالص وما اعرفش اي حاجه عن عمل الفيديوهات، وما اعملها بس عشان الناس بتسالني ازاي اعمل التمرينات دي، وانا زهقت من كتر الكتابه بكتب للناس كتير قوي وفي نفس الوقت الكلام مش زي ما توري الناس. فبدات ان انا اعمل فيديوز بالموبايل وحاجات كده بس عشان اوري الناس تتعلم الحاجه دي ازاي. بعدين بقى الموضوع بقى كبر. يعني انا دلوقتي مليون على تيك توك، في 1,600,000 على فيسبوك، 750,000 على يوتيوب، وان شاء الله مليون قريب، ما عدا العاق انستجرام اقل حاجه 380. فيعني وفيريفايد بقى، يعني في علامه صح زرقاء على كل حاجه. ف يعني انا بنبسط من الحاجات دي طبعا، ان هي ما كنتش متوقعها او ما كنتش بشتغل عليها وبقت موجوده دلوقتي. وانا بالنسبه لي يا جماعه انا واحد بتمرن بس، ولقيت رياضه حاببها فاتمرنتها، فجاه لقيت الموضوع بيكبر مني وبروح بطولات، بعدين بقت معروف، الناس بتسلم عليا في الشارع، الناس بتوقفني، علامه صح زرقاء في كل حته. الحمد لله طبعا انا مبسوط جدا بالحكايه دي. بس في حاجه ناقصاني، في كذا حاجه ناقصاني يعني، بس في حاجه مهمه جدا اللي انا بدات الرياضه دي عشانها، او مش بدات عشانها، كان حلمي فيها وطموحي ساعتها لسنين كتير ان انا ابقى بطل. مش بمعنى ان انا اخد بطولات عالم ابقى رقم واحد وبتاع، لا، انا عايز ابقى مستواي حلو قوي في اللعبه، الناس اقوى ناس في العالم، واروح بقى بطوله هنا، اروح بطوله هنا، اسافر دول اوروبيه، دول اجنبيه عموما، لان انا بحب السفر. فبالنسبه لي الاثنين هبقى انا بعمل حاجه اللي شغفي فيها، العب بطولات وامارس الرياضه اللي بحبها واقابل ناس منها من مختلف انحاء العالم، فده بيديك خبره وبيبقى لذيذ كده لما جربته، وفي نفس الوقت اسافر. فعملت 2 في 1. فدي بقى للاسف ما عرفتش اعملها، لان كان دايما بيجي لي اصابات، دايما تحصل لي اصابه في اصابه في اصابه، فما بعرفش اعمل الموضوع ده. مؤخرا اخر واحده اللي هي دي، ولسخريه القدر يعني اتصبت في المكان اللي رحت له، حسيت بالنوستالجيا كده، ان انت بترجع لك ذكريات الماضي بقى. ان انا كنت في روسيا، رحت 2016 و15 بلعب في بطوله عالم كاول مصري يمثل مصر في بطوله عالم، وكنت لوحدي، كانش معايا حد خالص مصري او حتى من اصحابي او حتى عربي بيتكلم عربي. كنت بتكلم مع حتى العرب اللي هناك كنا بنتكلم انجلش، عشان في الجزائر والمغرب كنتش بفهم الاكسنت قوي، في نفس الوقت هم بيتكلموا فرنساوي في نص الكلام كتير، فاللي هو عيد تاني فكنا بنتكلم انجلش. فالحاجات دي كلها كانت بتفكرني بقى بزمان. فكنت هناك السنه اللي فاتت في بطوله العالم، فكل الذكريات دي رجعت، وانا كنت خلاص برجع تاني الحمد لله، وكان مستواي حلو جدا، وقربت ان انا اخش في بطولات تاني. وقلت بقى ايه، اجرب العب على البارات، عشان انا دايما كنت بروح متوتر وانا بلعب، ببقى متوتر جدا. انت غريب في بلاد غريبه في بطوله عالم، وانت اصلا كنت بتتمرن تحت البيت، فاهم؟ ففجاه بقت مع ناس اللي انت بتشوفها في الفيديوهات وابطال عالم وبتاع، فاللي هو يا جماعه انا الموضوع اتقلب جد قوي. فعايز اروح هناك بقى، انا دلوقتي فاهم، دلوقتي قديم، دلوقتي معليش ستريس بتاع البطوله كمان، وكان معايا مصريين، فعايز ان انا العب هناك وما يبقاش عندي التوتر ده عشان اكسر الحته دي. فيا دوبك طالع على العقله، لسه بقول يا هادي، بطلع بعمل كده، وانا بطلع بعمل كده ومسخن وكل حاجه، لقيت تيك حاجه حصلت هنا كده، رحت الاسعاف في المستشفى، قطع في الوتر بتاع البايسبس. مش قادر اوصف لكم احساسي قد ايه، لان انا كنت قاعد حوالي سنه تقريبا برجع، فلسه انت ما شفتش نتيجه تعبك. يعني مش هقول لك كسبت بطولات، لسه انت بتقول يعني اللي انا اشتغلت عليه السنه اللي فاتت ده نبتدي نشوفه بقى شكله عامل ازاي. ما لحقتش اشوفه شكله عامل ازاي. فتخيل انت تمرين كل يوم 3 ل 4 ساعات، تمام، باكل، دماغك مشغوله بالحاجه دي طول الوقت، ومفيش. فالحمد لله طبعا على كل شيء، وانا متاكد ان ربنا شايل لي حاجه. هو عمال يقول لي استنى والحاجه دي هتجيلك. فانا صابر وانا راضي تماما، وانا برجع اهو ومش هستسلم. انا عيل غتت في الحكايه دي، انا بيجي لي اصابات من 2016، كل سنه تيجي لي اصابه، ارجع في سنه، اول ما ارجع على طول اتصاب تاني او تحصل حاجه توقفني. انا بقالي 10 سنين في الرياضه دي، منهم مثلا 7 سنين انا عمال اتصاب وارجع، اتصاب وارجع، اتصاب وارجع، اكتر من الفتره اللي كنت سليم فيها. وجي في دماغي ان انا ابطل كتير، بس ما بطلتش، مش هبطل. فيعني
مش عارف الفيديو ده انا بتكلم بعشوائيه جدا، مش مخطط هقول ايه، او الكلام اللي انا بقوله ده انا مش كاتبه، مش عارف انا اصلا ده هنزله ولا همنتجه ولا ايه اللي هيحصل. بس انا مبسوط ان انا بتكلم معاكم، وانا مبسوط عموما ان انا بدات اتكلم، لان انا من النوع اللي ما بيتكلمش، يعني من النوع اللي بفكر كتير، فمن كتر التفكير الكلام ده انت ما بتقولوش، فهحاول ان انا اتكلم معاكم اكتر، لان كمان الموضوع ده بيريحني من جوه. غير ان هو بيريحني بقى، انا بحس ان انا بقيت قريب منكم اكتر، يعني انتوا عارفين عني اكتر، فبحس ان احنا قريبين. في نفس الوقت انا نزلت ريل كده من كام يوم عن ان انا بفتكر بقى الحاجات اللي مريت بيها وكده، وان انا زعلان من كذا حاجه، ولقيت كميه دعم انا ما كنتش فعلا اتخيلها خالص. انا مش متصور ان كل ده ممكن يحصل، ان الناس هتبقى فعلا حاسه باللي انا بقوله، لان انا من ضمن الاسباب اللي تخليني ما احكيش ان الناس اللي بحكي لها ما بتبقاش فاهمه الاحساس اللي انا حسيت بيه او اللي انا مريت بيه، وبيفتكروا ان هو كان حاجه تمام يعني عادي صباح الفل، وهو بالنسبه لي مش عادي صباح الفل خالص. فلما بلاقي كده بحس ان انا لا، يعني ما تحكيش عشان ما تتقفلش، وعشان ما تبقاش بتبذل مجهود على الفاضي يعني. فانا جربت اخر مره دي كده، لقيتني بتكلم عشان من كتر ما انا كنت شايل جوايا يعني، ولقيت كميه دعم رهيبه، اللي هو فعلا الناس اللي هي قريبه مني ما وقفتش في ظهري كده، ما سمعتش الكلام ده منها، ما ساعدتنيش بالشكل ده. فيعني شكرا ليكم جدا، وهنتكلم في فيديوهات كتير قوي انا نويتها ان شاء الله، وانا الفتره الجايه فيديوز كتير هحاول ان انا اتكلم معاكم اكتر. انا كنت بس بعمل فيديوز ان انا انزل محتوى رياضي بس، او يعني تمرين بس، تمرين مثلا تشيست، تمرين بايسبس، بس انا حاسس عايز اتكلم معاكم، فقولوا لي برده حابين الموضوع ده ولا خلينا رياضه بس. شكرا ليكم جدا، شكرا لمليون فولور على تيك توك، وقريب ان شاء الله على يوتيوب كمان، ويا رب المايك ده يطلع بيسجل في الاخر، ما يبقاش بيكتم الصوت، لان الفيديوز اللي فاتت دي شويه اضطريت اعيد منها عشان كان ما بيشتغلش. انت شغال بقى ولا ايه؟ ماشي الحمد لله.